ما تجيب يا راجل. يا ولية ما انا لسه مديك 200 جنيه. انت ايه بلعت فلوس؟ يا راجل فلوس ايه؟ مش عايزه فلوس، جيب بقى. حبيبتي يا عفاف. هات. خدي. خبر اسود، انت هتديني ايه يا راجل؟ هديك ايه يعني يا عفاف؟ ما تحترمي نفسك، انا هديك الجلابية تغسليها. استر نفسك يا عظمة، عيب، احنا على الهوا. امال ايه اللي جيب دي؟ هو جيب يعني عندك معناها يا تجيب فلوس يا تجيب الجلابية؟ امال اجيب ايه تاني يا ولية؟ اجيب بلغم؟ لا، اجيب فنجان القهوة اللي قدامك ده. اتفضلي يا ست. تشكر يا سيد الرجالة. علشان ما تقوليش بس ان مش بساعدك في شغل البيت. يا سلام بقى لما تناولني فنجان القهوة اللي انت لسه شاربه، يبقى كده بتساعدني في شغل البيت. امال ايه يا عفاف؟ انا الراجل مؤمن ان الحياة مشاركة بين الرجل والمرأة. حلاوتك يا عم قاسم امين، وايه كمان؟ المساواة والتعاون في العمل يا عفاف. انت تطبخي انا اكل، انا اوسخ انت تنضفي، وهكذا وهكذا. طب بص، سيبك من المشاركة والتعاون والمساواة دلوقتي، ليه بس يا عدو التحرير المرأة؟ عشان لو فضلت كده الفيمينيست والنسويين والذكوريين هيبهدلونا في الكومنتات، واحنا مش ناقصين. على رأيك. طب انت مش خدت الفنجان؟ روح اغسليه بقى. اغسله؟ هو انا كنت باخده عشان اغسله؟ امال ايه هتحنطيه؟ لا، هقراه. هو جورنال يا عفاف؟ امال هقرا لك فيه الحوادث والاخبار وصفحة الفن والرياضة بالمرة. والكلمات المتقاطعه والسودوكو كمان لو عايز. هو فنجان المصري اليوم يا ولية؟ لا، فنجان اليوم السابع. بقول لك ايه، اتظبطي بدل ما اقوم اظبطك. يا راجل هقرا فنجانك عشان اشوف لك الطالع. لا، الطلع عندي انا هكسر رجله من الاخر كده. وليه بس يا راجل؟ انا ناقص طالع وداخل وضيوف واكل وشرب ومصاريف، الدنيا نار. يا دي الغل. احنا ماشيين روحنا بالعافية يا عفاف. يا راجل انت فهمت ايه؟ الطالع يعني اللي هيحصل، المستقبل. المستقبل بإيد الله يا عفاف، انت هتكفري. ونعم بالله يا اخويا، وانا قلت حاجه؟ انا عايزه بس اعرفه. وليه الفضول ده بس؟ ما كده كده هيحصل وهنشوفه بس مباشر. من صغري كده احب احرق الافلام. طب ما تخليها مفاجأة عشان نحافظ على الإثارة والتشويق. يا عظمه يمكن نلاقي نهايه غم فنغيرها. تغير ايه يا ست المخرجة؟ انت فاكراه نهاية فيلم ولا مسلسل؟ هي دي بس النهايات اللي بتتغير، ونهايات الحياه ما بتتغيرش. وانت اللي هتغيري نهاية الحياة؟ احاول. هو انت فاكراها الحياة دراما؟ ده ساندرا نشأت ما تعرفش تعملها يا عفاف. جبت الجبروت ده منين يا ولية؟ طب مش مهم اغير، نتفرج بس. انت كده هتغيري دم انا يا عفاف. والنبي يا عظمه عشان خاطري سيبني اقرا لك الفنجان. لا. ده انا فنجاني ما ينزلش الارض ابدا. ما هو طبعا ما بينزلش الارض، طول الوقت يا على الترابيزة يا في ايدينا. يا راجل اقصد ان كل اللي بقوله يا حصل يا بيحصل يا هيحصل فعلا. ما كانش حد غلب يا اخت. خلاص جرب، والميه تكدب الغطاس. اللهم طولك يا روح اما نشوف اخرتها. اغتصي قصدي اقري يا قارئة الفنجان. عينيا يا عبد الحليم. عبد الحليم مين يا ولية؟ انت تعرفي حد عليا؟ عبد الحليم حافظ يا راجل، مش بتقولي قارئة الفنجان؟ بلغيك في الإفيه. يا ساتر يا رب، مفيش افيه انفرد بيه لوحدي الا كله حشر مناخيرك فيه. هو كده. فيديوهاتنا ما فيهاش انفرادات، كله مباصل بعض ويبقى خد وهات. طيب اقري، يلا نقرا عليك الفاتحة قريب. هو انت بتشهقي كده ليه يا ولية؟ ده فنجان قهوة مش طاسة ملوخية. ليه يا راجل؟ ده انا بشهق من الخير اللي جايلك. فين ده؟ في الفنجان. والبتاع ده هيشيل ايه يا حسرة؟ يا راجل جايلك في الفنجان، مش مالو الفنجان. جاي فين؟ هو فنجان ولا تاكسي يا عفاف؟ اتريق اتريق. طب خد دي. اخدها فين؟ قصدي خد الكلام واحترم نفسك يا عظمة. طب الكلام على مين؟ على حبيبة قلبك يا ولدي. ايه ده؟ عرفت من حاول افك ضفائرها؟ وهي عمرها عملت شعرها ضفاير يا راجل؟ طول عمرها لفة بالطرحة. وانت ايش عرفك؟ عشان انا عمري ما عملت شعري ضفاير ولفة بطرحة. وايه علاقة ده بالموضوع؟ نعم. ما هو انا حبيبة قلبك يا ده العادي، ولا انت فاكرني بتكلم عن مين؟ ها؟ عنك طبعا يا عفاف، وانا قلت حاجة؟ بحسب. طريقك مسدود 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 يا ولدي. بتقول حاجة يا عظمة؟ ابدا، ده انا بدندن بس اغنية قارئة الفنجان عشان ابقى في المود. كده انت ماشي مظبوط. مفقود مفقود. هو مين ده؟ من حاول فك ضفائرها. ما قلنا ما بتعملش ضفاير. لا مؤاخذة، كمل. حبيبة قلبك يا ولدي مالها؟ هتبيض غرفتها يا عيني. وتجدد مطبخها. ايوه. وعايزة لده فلوس في يدها. جميل. ايه ده؟
على يدها. ايدك على فلوس ده كله يا عظمة، ما تستعبطش. بقى اللفة دي كلها عشان كده؟ الدفع عليك هو المكتوب. عبد الحليم قال كده؟ لا، فنجانك هو اللي بيقول. طيب على سيرة فنجاني بقى، فأنا غسلته وحطيته في النيش. يعني ايه؟ يعني الفنجان اللي انت عمالة تقري وتفحصي فيه ده يبقى فنجانك انت أصلا. قول والمصحف. وعهد الله، ما انت عارفاني بقى من أنصار التعاون بين الرجل والمرأة في أعمال المنزل. يا خيبتي التقيلة. ودلوقتي بقى نجر اعملي لي فنجان تاني. حاضر. ولو عملت فيها قارئة الفنجان تاني، توبة يا اخويا والنبي توبة. ساعتها حبيبة قلبي بدل ما هطلب يدها زي ما الأغنية بتقول هقطع يدها. مفهوم؟ مفقود، قصدي مفهوم يا اخويا، مفهوم. أنا قلت أحذرك برضه، ألا لا الشيطان بيون في دماغك تاني. لو العندليب نفسه قام من قبره وقال لي اعملي قراءة الفنجان ولا هعبره. شاطرة يا أختي، يلا بقى على المطبخ واعملي لي القهوة. عينيا يا اخويا. الحبيبة قلبي التانية كان العندليب يدخل غرفتها، انما اللي عندي دي الغرفة هي اللي بتدخل فيها. بقول لك ايه، خد انت رايح فين؟ انت خلصت الفيديو هتجري كده تهرب؟ فين الاشتراك؟ فين اللايك؟ فين المشاركة؟ احنا القناة بتضيع مننا. يلا الهمة شوية كده، اكتب كلمة حلوة لعمك عظمة في التعليقات وشارك الفيديو مع اصحابك.